تعرف يا مصر؟ لا في شيء. لا دي جميل الليلة. انت كيف تعمل لك؟ انا كده بزرع بقدونس يا شيخ. الزراعة كلها دي الناحية دي كلها ولا؟ نزرع الناحيه دي ان شاء الله كده وكلها مغرب سراي. طب انت بتعرف انت بدأت من على كده؟ انا بدات يا شيخ طبعا من اول الطاش، من اول الزراعه من هنا. امم وطبعا لازم تكون السرايب مبحر مقبل، دي برضه معلومه. ليه؟ عشان خاطر الشمس. معلومة حلوة دي، اشمعنى عشان برضه؟ الشمس بتجي لها من هنا ومن هنا، اما لو اتزرعت عكس الشمس بتضرها، بتطلع من جنب واحد والجنب الثاني لا. معلومة البقدونس يكون مبحر مقبل. معلومة حلوة. مم. يعني هل طب كل الناس عارفين الحتة دي؟ في بعض الناس عارفه وناس ما تعرفش. اللي بيسأل بنقول له، واللي بيكبر دماغه خلاص هو يرتاح. هو فيه. ولازم السرابه تكون مقرفشه اهي. عشان خاطر البقدونس يبقى قاعد فوقيها ويطلع. طب هي بتتزرع بقى كل قد ايه؟ دي حاليا بعد حوالي 15 يوم بيرجع يطاين الكرات والبقدونس. يعني اول ما يلقاه يبشر ويروح مطاين. يعني مسقاه تاني يعني؟ بيسقيها تاني، بعد كده بتطلع بيسيبها شويه حوالي من 10 ايام وبيجر فيها، وبعد كده ينقع حشيشتها، وبعد كده بيسيبها مع نفسها. كل 15 يوم تاخد ميه. وهي كل كده بعد كام يوم خلاص بتكون يعني؟ لا ما احنا قلنا بقى بعد 4 شهور. كل ما يقعد في الارض كل ما يعرض بصلته تحت تغلط. يفضل العود عريض. لكن لو تحشي بدري يفضل رفيع بدري لحد طول السنه ونص. هو يختلف ان زراعه البقدونس عن الكرات عن كله في الزراعه نفسها؟ في الزراعه نفسها. ازاي؟ دي مثلا بيغطي وتبدر وبتهتم بيه في الاول لحد ما بيطلع، عشان زرعه ضعيفه شويه. اللي هو البقدونس انه ما بيحبش الميه. امم اول مره بتملاه ميه، ثاني مره وثالث مره لحد طول السنه ونص الاسم الميه بتجريها بس في قلب السراب. اظن مالوش عزيز ولا لا حاجه بتاعه طويل فاقل الميه بتضره. لكن عكسه طب لكن الكرات بياخد الميه يكشي كل 3 ايام في الصيف 4 ايام. يعني انت الناحيه دي تزرعها لوحدها؟ الناحيه دي لوحدها بقدونس. والناحيه الثانيه دي الناحيه دي الثانيه دي كرات لحد كده اباحت. وبعد كده بقى لكن لما بتسقي دي الناحيه دي لوحدها ولا ممكن عادي تسقيهم الاثنين مع بعض؟ اذا جم الاثنين مع بعض، دي ما عاوزه تشرب دي بتشرب، ما تشربش تسقي كرات بس وتسيب البقدونس لوحده. لان البقدونس ما بيحبش الميه. ممكن يقعد بال 15 وبال 20 يوم، اما الكرات ممكن يشرب كل 3 4 ايام. عادي يعني؟ عادي ما يهموش. بصل تغليظه فبيجوا عادي زي البصل. لكن هو بقى يعني في الفلوس يعني او في البيع والبتاع ده يمشي حاله يوكل الاسر يعني؟ اوقات يعني. هو دلوقتي انا زرعت، عم صبر زرع، طارق زرع، ده زرع، كله بيطلع مع بعضيه بيهجم يملى السوق، فبيضل رخيص اول السوق عشان لسه طالع كتير شديد عند الناس. كل ما بتحشه بيخف كل ما بيخف يبتدى يرفع سعره شويه يمشي حاله في السوق يعني. بيصرف ان دلوقتي زي ما انت شايف المصاريف كتيره والطلبات اكتر، والاولاد كل ما يكبروا كل ما تكتر مصاريفهم وهكذا. يعني بس يعني بتمشي شويه في البيت يعني شويه. بنقول الحمد لله نشبع. جدع. بس الحمد لله. الحمد لله يا سيدي شكرا بارك الله فيك.